بسم الله الرحمن الرحيم. بيان المعلمين الأحرار. قم يا معلم لا تكن ذليلا حتى نراك إلى الحياة دليلا. قم يا معلم لا تكن ذليلا حتى نراك إلى الحياة دليلا. إلى كل المعلمين الأحرار، انحناء أمام تلك الأنامل التي خطت بكل جرأة كلمات للحرية، لم يستطع جيلا بأكمله خطها، وحيث أن نقابة المعلمين وطوال الأشهر الماضية ظلت واقفة مكتوفة الأيدي، ولم تستطع التحرر واتخاذ المواقف اللازمة إزاء الأحداث الخطيرة، وأن تكون فاعلا أساسيا في الحراك الشعبي الذي أطلقت شرارته تلك الأنامل التي اجتثتها أحقاد الظلم والبغيين. فإننا وباسم تنسيقية حرائر حوران في قلب الثورة السورية ندعو كافة المعلمين في كل المحافظات السورية إلى الاعتصام يوم الأربعاء 8/2/2012 الساعة 1 ظهرا، وذلك أولا تضامنا مع عوائل الشهداء من المعلمين والطلاب التي سالت دماء أبنائهم في ساحات الحرية، وإدانة عمليات القتل الوحشي بحقهم. ثانيا التنديد بالمداهمات المستمرة للمدارس والاعتقال التعسفي بحق المعلمين والطلاب. ثالثا المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من المعلمين والطلاب. رابعا المطالبة بإحياء الدور المحوري والنضالي للعمل النقابي الذي لطالما عمل النظام الأسدي على تهميشه وإفراغه من محتواه الأصيل والمتجسد في أحد جوانبه بمواكبة القضايا الوطنية واتخاذ المواقف اللازمة حيالها. وإننا إذ نؤكد ونهيب بكل الأحرار من المعلمين والمعلمات المشاركة الفعالة في الاعتصام تحقيقا للدور المفصلي والمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق كل سوري حر، وتأدية للرسالة التي يحملها كل معلم. وإلى حمص العدية، إلى معلميها، إلى طلابها، إلى مدارسها كل الانحناء والإكبار، قسما على العهد ماضون حتى إسقاط الطاغية بشار. عاشت سوريا حرة كريمة. عاشت عاشت عاشت. تنسيقية حرائر حوران، درعا مهد الثورة، الأحد 5/2/2012 ميلادي.